بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده اليوم ال17 في عمر دورة الفراخ بتاعتنا. خلاص ما عادش اسمها كتاكيت، بقت فراخ ما شاء الله اللهم زد وبارك. دخلنا في اهم مرحلة في التحويل، يعني الاسبوع اللي جاي ده اهم 7 ايام للفراخ. مرحلة التسمين، اهم حاجة زي ما اتفقنا النظافة. مجوعين الفراخ بقالنا ساعتين، حاولي تجوعي الفراخ كل فترة تنزلي لها فيها علف، يعني قبل اي علف تكوني مجوعة الفراخ ولو نص ساعة. النظافة طبعا أساسية، كل يوم بنرش رشة جير وعليها رشة نشارة بعد ما كنسنا. يعني أنا لسه كنسل الفراخ امبارح. النهاردة هنبدأ نضيف إضافات زيادة للتسمين، وكمان هنضيف حاجات وقاية هتفضل معانا طول الفترة اللي جاية. عملت المشروب بتاع البنجر والثوم والليمون والبصل، ضربتهم في الخلاط، أخدت التفل على جنب، والمية كده هسيبها هستعملها مرتين 3 في الأسبوع، يعني مش 3 أيام ورا بعض متواصلين، لأ، النهارده بعد يومين، المهم 3 مرات أو مرتين في الأسبوع. حوالي 10 سنتي كده على اللتر المَيّة، يعني أنا حطيت حوالي ربع فنجان على لترين مَيّة، والتفل هاستعمله على العلف. الخلطة بقى أو الوصفة الجديدة معانا النهارده الحلبة المغلية. بعد ما تغلي الحلبة كمان غطيها كده وسيبيها بالحبوب بتاعتها تاخدي منها كل الفايدة. الحلبة ممتازة جدًا، جدًا للفراخ، بتفتح الشهية وبتزيد استهلاك العلف وبتحسن الهضم، وكمان بتقلل الإسهال والانتفاخ. بتزيد من معدل تحويل الغذاء، يعني وزن أعلى بعلف أقل. كمان بترفع المناعة وبتعمل كمضاد للأكسدة والميكروبات، وبتساعد على تنظيف الكبد. الخميرة الفورية بقى وناس كتير بتستهتر بيها، الخميرة بتزود الشهية جدًا، جدًا. هنضيف على المشروب ده معلقة من الخميرة. الخميرة ناس كتير بتستهتر بيها مع انها ممتازة جدا جدا للفراخ، بتفتح المسام بتاع جسم الفرخ وتخليه يسحب في الوزن، وبتفتح الشهية، وليها فوائد كتير جدا ان شاء الله هنذكرها الايام اللي جاية باستفاضة عشان مكملة معانا لنهاية الدورة. خدنا التفل كده بتاع الوصفة بتاعتنا وضفناه على العلف. ده كيلو من العلف، 3/4 الكيلو علف وسط، وربع كيلو من اللي هو العلف البادي الناعم. ده تاني يوم في تحويل العلف لسه يا بنات، للي مش متابعنا من اول فيديو. الكركم وحبة البركة مكملين معانا معلقة صغيرة. شايفين الفراخ اول ما بيشموا ريحة البهارات بيجوا جري على العلف. ربع معلقة صغيرة كده من الجنزبيل. وانا استعملت معلقة زبادي عشان النهاردة هستعمل الشطة. الشطة زي ما قلنا مفيدة جدا وبتنشط الفراخ وبتديها حيوية، ولكن نستعملها بحرص ومش يوميا. اليوم اللي تحس ان الجو فيه برد زيادة عن اللزوم، ادي للفراخ معلقة كده من الشطة، وبفضل ان احنا نضيفها على العلف مش على المية. والعسل اساسي معانا، منعناه يومين بس واحنا بنغير العلف، وبعد كده هنستعمله تاني. وهوقف النشا خلاص، مفيش اسهالات، الحمام بتاع الفراخ زي الفل. فنزلت بمعلقه بس من مطحون الرز، يعني انا طحنت نص كوبايه كده مكمله معايا من اول ما بدات اضافه الرز المطحون لنهايه الدوره ان شاء الله. هنلف كل المكونات دي على العلف، غلفي العلف بيها كده، خلي العلف كله يتشرب من التتبيله بس اهم حاجه العلف ما يكونش رطب. حسيت ان السوائل زي زياده، زودي شويه علف. العلف ما تحطوش بكميات كبيره في العلافات، يعني بحيث ان ساعتين 3 بالكتير الكميه دي تكون خلصانه. وتضيفي علف من غير اي اضافات. احنا بنعمل الوصفات مره واحده في اليوم. سقايه الميه تكون نضيفه باستمرار. مره هنحط خلطه او سقوه باعشاب، وسقوه بدون اعشاب، ممكن تضيفي عليها الخل بس، او مضاد السموم. مضاد السموم هنستعمله 3 ايام في الاسبوع، وباقي الاسبوع مفيش سقوه ما يكونش عليها خل. خصوصا في العمر ده زي ما قلت لكم ال7 ايام اللي جايين دول او ال8 ايام دول هم اهم فتره في فتره التسمين. الفراخ عندك خلاص ما عادتش كتاكيت، بقت فراخ هتبدا في التحويل بتاع الاوزان. الفراخ في العمر ده بتدخل في مرحله الشراهه في الاكل. استخدام العلف النامي تركيز 21، اللي هو العلف الوسط اللي احنا بدأنا نضيفه من اليوم ال16. العلف بيتغير مش باليوم زي ما اتفقنا، بالوزن. الفراخ احنا اخرناها يومين بسبب الثلاث فراخ اللي في الدورة بتاعتنا اللي هم الفرز التاني. اهم حاجة في الفترة دي جوعي الفراخ اقل حاجة ساعتين. كل مرة هتيجي تحطي فيها علف للفراخ لازم ان العلافات تكون فاضية. الفراخ جعانة ولو نص ساعة على الاقل عشان يهجموا او يسحبوا على العلف زي ما انتوا شايفين كده. بدأنا في أهم وصفات التسمين، واللي ضفناها منها النهاردة الحلبة والخميرة على المية. كمان العسل أساسي معانا. وصفة النهاردة بتاع الليمون والبصل والثوم، وطبعا فرمينهم بخل.
وقطعة كده من البنجر بتزود المناعة، بتفتح الشهية، بتحافظ على الفراخ من كل الأمراض اللي تتخيليها. وصفة كاملة متكاملة مظبطين فيها معوي وتنفسي. الفترة اللي جاية دي هنشتغل على الإضافات اللي هتعلي التحويل معاكي أو هتسمن الفرخ معاكي وتخليه يدي أوزان. الخل أساسي معانا طول الفترة اللي جاية مع مضاد السموم، والناس اللي ما جابتش مضاد سموم الخل أساسي يوميا. الخل بيخلي لون الفراخ وردي وعندها قابلية كده للأكل، وبينضف جسم الفراخ من كل السموم. كل يوم معلقة خل على لتر مية بتخلي الفرخ كده لحمه أبيض. ممكن تعملي سقوة كده من الخل على العسل على الليمون، ده مضاد سموم هايل وبديل مضاد سموم للناس اللي ما اشترتش مضاد السموم البيطري. وهنقول تاني ونأكد على التدفئة والنظافة والتهوية. الفرخ لو سقعان العلف أو أي علف بياكله بيتحول لريش. طول ما الفرخ سقعان أي علف بياكله بيتحول لريش، مش بيتحول لوزن. طول ما الفراخ دافيانة هتديكي أوزان. احنا في بداية الأسبوع الثالث درجة الحرارة بدأت تنزل زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده ل 28 و26، من 28 ل 26. وتاني الناس اللي ما جابتش مضاد السموم مركزة على الخل عشان الفراخ ما يجيلهاش إسهال ويبدأ يجيلها انتفاخات وجسمها يزرق. الناس اللي بتشتكي ان الفراخ لسه في سن صغير يعني 10 ايام وبتشتكي من رجلين الفرخ مش قادر يمشي، ضيفي سمسم. ان شاء الله احنا هنبدأ نضيف طحينة الفترة اللي جاية دي من الوصفات بتاعة التسمين الممتازة جدا مع السمسم. بتزودي الكالسيوم عند الفراخ، مش هتشوفي كساح طول الدورة لو بدأتي تضيفي سمسم على العلف من سن صغير. يعني انا بادئه اضيف السمسم تقريبا من سن 3 او 4 ايام. كمان الريش بتاع الفراخ بتلاقي فيه اللمعة الجميلة اللي انتوا شايفاها دي. الفرخ اساسا لونه وردي، ما ضفناش بقى اي ادويه لسه خالص الحمد لله. بنربي حاجه نضيفه في البيت طالعه على اعشاب. الناس اللي لسه مكسلين ابداوا هاتوا الفراخ البيضه، لسه قدامنا فتره عن رمضان. ان شاء الله الدوره بتاعتك تطلع قبل رمضان وبيتك يكون مليان بالخير. وبصراحه بتوفر معاكي كتير جدا. الفراخ تربيتها في البيت بتوفر النص. يعني لو هتصرفي 500 جنيه فانت هتجيبي فراخ ب1000 جنيه، وده اقل حاجه. ده غير طبعا النظافة والحاجة اللي انت واثقة فيها. يعني بتاكلي حتة فرخة كده مسكرة طالعة على اعشاب متبلة وهي بتتربى زي ما بقول لكم دايما. النهاردة الجو كان برد، ضفت معلقة الشطة. الشطة بتزود النشاط عند الفراخ وبتديله طاقة كده، بتخلي الجسم بتاع الفرخ يسخن، بس مش كتير ومش باستمرار. يعني مرتين في الاسبوع بالكتير او 3 مرات. ودايما لما بضيف شطة بضيف معاها معلقة من الزبادي. الزبادي بتبقى مهمة للفرخ وهو لسه في أول أسبوع. الزبادي بروتين عالي. لكن والفراخ كبيرة كده أنا بضيفها كملطف معدة علشان الشطة اللي احنا بنضيفها. يعني الدورة كلها ممكن أجيب لهم علبتين زبادي، علبة في أول أسبوع وعلبة تفضل معايا كده كل ما أضيف شطة أضيف معلقة صغيرة مع على العلف. اهتمي بدورة الفراخ هتديكي أوزان، هتطلع معاكي بسرعة. الفراخ البيضة تربيتها سهلة جدا، بس بتكون محتاجة شوية اهتمام مننا عشان نطلع دورة ممتازة بأقل نافق وأعلى مكسب إن شاء الله. كمان الدورة بتطلع معاكي بسرعة وبتبيعي بسرعة وبتكسبي أكتر. ده لو انت هتعمليها كمشروع. إن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيدينا جميعا ويوفقنا. واتمنى ما تنسوش اللايك هو اللي بيرفع الفيديو يا امارات. واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. وانتظروا الفترة اللي جاية ان شاء الله هننزل بوصفات ممتازة جدا للتسمين، هترفع معاكي الوزن بدرجة ممتازة وواضحة، وكلها حاجات موجودة في البيت. بنزل معاكم الفترة دي كل يوم فيديو بحيث نكون ماشيين مع بعض. ولو احتجتي يعني مثلا انت جبت الفراخ بعد مننا، انا مرقمة كل فيديو باليوم بتاعه على الصورة المصغرة. تقدري تدخلي على اليوم ده وتبدأي معانا بالإضافات اللي بنضيفها. ومبسوطة جدا ان حبايبي اللي تشجعوا وجابوا فراخ بسبب الفيديوهات. ربنا يبارك لكم يا رب ويرزقنا جميعا ويحسن ما بين ايدينا. انتظروا الفترة اللي جاية ان شاء الله فيديوهات هتعجبكم جدا وهتغير معاكم الدورة تماما. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.